شباب بعد بالنسبة لي مادة الكيمياء كلنا نعرف انه هي 40 درجة 10 خيار، 60 درجة عليها أول حركة ان استاذ شرحيات الكيمياء صح، وخصوصا الفصل السادس. شباب الشرحيات لا تلتزم بالنص، لا تلتزم انت اليوم نص لازم اني هذا تعريف او تعليل مكتوب لازم نصا اني اذكره، لا. حتى اذا تتابعون التجربه النموذجيه ايش كاتبين؟ اي اجابه تفي بالغرض تكون صحيحه، يعني المهم تنطي فكره. يعني اليوم انا من تعريف الفلاني، التعليل، التعداد، مو انا التزم لازم بالنص مال الملزمه. ليش ما تستريحون؟ وانتم شباب قالوا تلاحظون شباب بناء تلاحظون انه اليوم حتى التعريف اللي متكرر 4-5 مرات بالوزاري ما راح تشوفونه نفس النص، بس الفكره لذلك لا تلتزم بالنص 100%. اهم شيء شنو هو؟ اهم شيء الفكره. هاي بالنسبه للشرحيات. شباب المسائل الخطأ الحسابي يحاسب الطالب على الخطأ الحسابي شنو؟ درجة ولي مرة واحد. يعني احنا اليوم بالنسبة لي المسائل إذا أنا 3-4-5 أخطاء بالمسألة الوحدة تحاسب مرة واحدة. السؤال هذا الشيء زين لا مو زين، ليش؟ لأن لما إذا تكمل النوافذ عندك 8 إلى 7 مسائل بالنتيجة تخسرنا 7 إلى 8 درجات، فهاي النقطة ابتعدوا عنها. انه انا احاول اضبط الرياضيات مال الكيمياء. هو شنو؟ جمع وطرح وضرب وقسمة اعداد عشرية. السؤال الثاني، استاذ اذا اتت العضوية اجيب 100 بعض كانت هسه بهاي السنوات السابقة صار سنتين 3-4 يجيبون نقطتين مال عضوية بفرق واحد، صح يجيبونه من اصل 4 الاجابة عن 3 او 3 الاجابة عن ايش قد؟ عن 2 او 2 الاجابه عن شنو؟ يعني انت لازم تجاوب يجوز هاي من العضويه، وهاي السنوات السابقه خلوك جبروك على كم درجه؟ على 5 درجات جاوبين. العضويه شباب بس اقراها بصوره صريحه راح تشوف انه انت بالوزاره راح تجاوب اسئلتها لانه اسئلتها كلش بسيطه. نجي شباب بالنسبه لي المواضيع المهمه. بابا بالفصل الاول لازم يجيك سؤال ثلاثي. هاي الاسئله تجمع دلتا اتش ار ودلتا اس ار. هي صح هي ثابت، بس بالسنوات الاخيره كانوا يجيبونه بدور وما يجيبونه، بس هو ايضا مهم وانا متوقع راح يجي سؤال عليه. فخلي بالك انه بالفصل الاول عندك موضوعين اظني كل واحد عليه 8 الى 10 درجات، الاسئله الثلاثيه وشنو هو؟ واحد. اما بقيه الدرجات راح تلقاها مطشره على بقيه الفصل. بالنسبه للفصل الثاني 100% راح تجيك مساله من مسائل الكيس والكي، هاي يعني غير قابل للنقاش، او تجي نصا تجي. لا مسائل ما الفرضيه شباب وتجي نصا، بس اذا غير لك الارقام يبسطها ما راح يصعبها. خلي بالك هاي المعلومه. مثلا عندك هذا ذكر ابو النصف CO2 وجد ان نصف كميه الغاز قد يستوي ممكن يسويها ربع، العام جابها ربع، ممكن يسويها يعني غير بالارقام. كل انوار هي واحده من مسائل الكيسي والكيبي هاي لازم تجي. وبعد عندك قاعده لوشاتليه 8 درجات عليها الواحد، لذلك قاعده لوشاتليه جدا مهمه ولازم اضبطها. تعالي شباب هي قاعده لوشاتليه بسرعه. تعليل لوشاتليه لازم يجي اما على شكل تعليل او على شكل فراغ. فهم تعاليل قاعده لوشاتليه تجاوبها فهم كان غلط. تعاليل قاعدة لوشاتليه يا شباب تجاوبها فهم، مو الا تلتزم بالناس. هو يقول لك ليش اذا اضفنا هالشكل صار هالشكل، بس تعطيه النتيجة اللي وصلت العفو علل له شلون هذا السبب وصل لنا لهاي النتيجة. هالشكل قاعدة لوشاتليه. الفصل الثالث شباب، الفصل الثالث لازم حتما وابدا يجيك سؤال على الذوبانيه نقطه راس سطر، سواء كانت نوع اول او ثاني او ثالث او رابع او خامس او سادس. واذا تسالني تقول لي يا اهم شيء الثاني والسادس، الثاني والخامس العفو، لان اهم قسمين. هو هسه نجي على ببر. شباب ببر همين المفروض ثابت، بس صار دورين ما يجيبون شيء على ببر، فعادي بس هو مهم وثابت. شباب الفصل الرابع 100% راح تجيك مسألة من مسائل فاراداي، وركزونا على آخر 4 أسئلة مال فاراداي.
الاسئله الاربعه هذا ابو المولات المتبقيه، و75% من الكهربائيه استهلكت، وايضا مال التحلل المائي للهيدروجين هذا اخير واحد، وركزوا لنا على مال بعد واحد هذا اللي مطينا مال 3 جزيئات مقسم على 3 وحتى يطلع مال جزيئه واحده، هذا مال راي شده التيار يطلع لنا واحد اذا تذكرون. على العموم دني ان فرداي كله مهم، بس انا 4 اسئله بين اهم شيء. ايش عندك بعد؟ عندك مسائل العلاقه، العفو مسائل لا مسائل جهد الخليه الدين والسياق. هذن انت اذا ضبطتهن هو اول وثاني ثابت يجي عليها السؤال. ثانيا اذا ضبطتهن راح نضبط وياها النيرنست وتضبط وياها العلاقه بين الدلتا جي وثابت الاتزان، لان هو انت ما راح تحل نيرنست اذا ما تطلع جهد الخليه القياسي، ولا راح تطلع الدلتا جي وثابت الاتزان اذا ما تطلع جهد الخليه القياسي. بالنسبه شباب للفصل الخامس، الفصل الخامس لا شايف هاي بسم الله الرحمن الرحيم الفوق بالاسئله هذه ممكن ينسوها وما ينسون سؤال على نظريه عصره التكافؤ البي بي تي، هذه مستحيل الوزاري يجي نسخه من الوزاري ما بها البي بي تي. الفصل السادس الفصل الخامس كم درجه؟ هسه نجي على الدرجات نشخص الدرجات ايش قد. بالنسبه شباب للفصل السادس الشيء الثابت والمهم تاخذ مساله من مسائل التحليل الحجمي اللي هي التسحير، سواء كانت ماده وحده او كانت مادتين التسحير، هذا جدا مهم. السنه خلي ببالك راح يجيك سؤال على التحليل الوزني مساله لو على التطاير لو على الترسيب، بس انا اكثر شيء اميل للترسيب، لا للترسيب دير بالك. شرحيات الترسيب جدا مهمه، شرحيات مال الفصل السادس خصوصا الترسيب هذه مهمه ودير بالك عليها. الفصل السابع شباب هو عندنا تحضير وتمييز وتسميه وخواص كيميائيه. شباب لازم يجيك تمييز، وانت عندك 4 تمييزات، تمييز بين الكحولات الاوليه والثانيه والثالثيه، تمييز بين الدايدات والكيتونات ستولن وفيلك، وتمييز بين الايثارات والالكانات بواسطه هذا الاتسيار، والتمييز ايضا بين بعض شباب اي تمييز بعد ما ماخذه انت خاف يجيك ميز. انت عندك تمييز بين الايثارات والالكانات والالدهيدات والكيتونات وبين الكحولات، اي تمييز يجي غيرها نقول عليه بالاكسده، يعني راح يجيب لك شيء يتاكسد سواء كان كحول اولي او ثانوي، وراح يجيب لك شيء وياه شنو ما يتاكسد. فهذا همنا احنا شارحه باخر محاضره وايضا ذكرتها وين بالمراجعه المركزه. الفصل الثامن الشغلات المهمه به اذا تريد انه تضمن تقرا وزارياته من 2013 ل 2024 كافيه، هو ماكو شيء ما جاي عليه بالوزاريات، بس لا باس انه انا اقرا كامل. درجة خلينا نكمل هاي بعدين الاسئله شباب. الدرجات الفصل الاول 20 زائد ناقص 2، يعني ممكن 18 ممكن 22 بالنسبه لتقسيم الدرجات شباب. تقسيم الدرجات على الفصول الفصل الاول 20 زائد ناقص 2، الثاني 20 زائد ناقص 2، الثالث من 30 الى 35، الثاني 20 زائد ناقص 2، الثالث من 30 الى 35، الرابع 20 زائد ناقص 2، الخامس 15 زائد ناقص 2، والسادس 20 زائد ناقص 2، والسابع اللي هو العضويه 15 زائد ناقص 2، والثامن 5 زائد ناقص 2 نفس الحاجه. شباب استاذ انا اريد بس اجيب درجه نجاح. اذا ضبطت الفصل الاول والثاني والثالث انت مضبط فوق ال 65 فوق ال 65. هاي تريد احتياط، هذه اللي يبحث عن نجاح. اما اليوم انا ابحث عن معدل، انا لازم انه انا اقرا الماده كلها وما افوت بها اي تفصيله. شباب لا تهمل اي شيء، لانه السادس مو بس قرايه، حظ. الحظ كل شيء يلعب دور. شنو اللي جانب الحظ؟ جاب الحظ على السادس. الحظ شنو؟ انه اكو اليوم طالب يقول لك هذا السؤال ما اقراه مو مهم وما يجي، هذا حظه حلو. او هو نختار سؤال ركز عليه وما ادري شنو هو وما اجى، او اختار سؤال ما قرأ اصلا ولا شافه ثاني. هذا دور الحظ اللي بالسادس يكون. فلازم واحد حتى يتجنب هاي المعمعه لازم يضبط الماده كلها. شباب المية بالكيمياء جدا جدا بسيطه وسهله، وهواي طلاب يعني تخيل اكثر مياه تجي بالكيمياء، لا اكثر من الرياضيات واكثر من الفيزياء واكثر من
الاحياء واكثر من الاسلاميه واكثر كل المواد تجي وين؟ بالكيمياء. ليش؟ لان اولا الكيمياء انت بس تطبق اول قانون صح، ترى الباقي رياضيات. مسائلنا اول قانون كيمياء والباقي شنو؟ بالوزاره ما يحاسب على الرياضيات هوايه، حتى لو مرات انت تستاهل يقطع منك درجه واحده بس ما يحاسبك مرات. لذلك شوف درجاتك حلوه وخطك مرتب وبقيه الاسئله درجاتك حلوه، صدقني ما يحاسبك. يعني تخيل انت اذا عندك يجوز شفصتين بالناتج تلقى درجتك 100، لان يقول لك انا جاي امتحنك كيمياء. اذا غلط بالرياضيات غلط بسيط مرات يمشيها ومرات لا. شباب ولا تتصور ابو الوزاري المصحح اللي باللجنه راح يظلمك ابد، ما راح يجيبون واحد شلون ما كان. تدرون شلون اختيار الاسئله يصير؟ العفو اختيار المصححين يدزون على المدارس، يقول للمدير تجي كتابه من التربيه يقول له انطيني المدرس رشح لي اسماء المدرسين اللي مدرسين عندك كيمياء سادس، راح يعطيهم لا يقل عن 5 سنوات لازم عنده خبره هناك، ويسوون وياهم لقاء ويقيسون الحاله النفسيه، وهذه يلا يجيبونهم ويصححون. مو عبالك انت شلون ما كان انه جابوا مدرس وما مدرس سادس وخلوه وين؟ بيصحح لك. لا. ثانيا العبارات التحفيزيه اللي راح يشوفونها بالمراكز الامتحانيه او بالمراكز التصحيح كلها من جانبك، يعني تلقى هنا عباره مكتوبه عزيزي المصحح هذا الطالب خطيه اهله ينتظرون منه فرحه، شويه تهاون وياه، مو انه اذا كاتب خطا اعطيه صح، لا تهاون، خف ايدك احنا عندنا بالجسم. وراح تشوفون العبارات كلها من جانبكم اللي موجوده بالاماكن اللي يصححون بيها. النقطه الجوهريه اليوم شباب، اني اروح مطمئن اقرا قرايه صحيحه واروح مطمئن للامتحان، ما راح يجيك شيء خارج اللي انت اخذته مستحيل. هسه يجوز اغلبكم شايفين محاضرات اليوتيوب، شيك للاسئله الوزاريه من 2013 لحد 2024 ما راح تلقى شيء انت ما ماخذه. ما راح تلقى شيء ما ماخذه. ليش؟ لانه هو 96 97% من الاسئله هي منين؟ من المنهج. 3% 4% 5% شو يسوي؟ سؤال عندك بس يحورك، او مثلا الفكره موجوده بس يغير المواد، مثلا بيس الفكره موجوده عندك بس يغير لك المواد. مثلا عندك سؤال هو منطق المعادلات جاهزه يسويه المو جاهزه، او هو منطق اياها المو جاهزه يسوي كان، هيك تفاصيل شباب. ماكو شيء خارجي، ما يجيك شيء خارج الكيمياء مستحيل ويكون مطمئن هذا الشيء. بعد اللي عنده سؤال خليه يسال. اي زين موفق ان شاء الله. موفق موفقين ان شاء الله. موفقين ان شاء الله. موفقين بالتوفيق ان شاء الله. شباب وخلوا ببالكم معلومه، هنا قدامكم نموذج، لا تتخيل انه المية صعبه بالسادس، لا والله ابد بس اقرا. شباب هسه هنا عندك يعني الله سبحانه وتعالى انطاك اللي انطاك، اجي انا رجليا نفس التفاصيل عندك نفس العمل. بقى شنو الفرق الوحيد؟ هو اجتهد وقرا في سبيل تحقيق حلمه ومعدل عالي، انت الباقي من عندك تصير مثله، ممكن تصير احسن. فشباب ماكو واحد احسن من يمك، انت حاليا انت الملك، انت ملك الساحه، وكل هاي الموجودين بخدمتك ترى. يعني هسه اليوم العتبه الحسينيه فاتحه بابها في سبيل انت تقرا، هذا القلوب بخدمتك، ومدرس باليوتيوب يشرح بخدمتك، كلها الك، وانت بريد يشتغل بخدمتك، وكلها بخدمتك في سبيل تحقيق معدلك. فلا تقول لي اكو اليوم مستحيل واكو شيء، لا، قدامك نماذج هواي بالحياه طلعوا معدلات عاليه ووصلوا للي يريدوه، بس كون شدوا حيلهم، مو والله انا قاعد واريد معدل، ما اقرا واريد ماكو مبدا. اصحي يا عبدي. حتى مريم سلام الله عليها ايش قد كان وكلما دخل عندها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كل ما هاي قاعد ارزق، بس بوقت الاختبار الحقيقي بوقت الشده من قامت تريد تجيب عيسى، ايش قال لها؟ هو كان يقدر ينزلها مائده، قال وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا، هاي نخله روح هزيها وتوكل عليك تمر وكليها. هذا لازم الله سبحانه وتعالى علمنا الاعتماد على اليمن. فاقرا شباب حتى تحصل على معدل وحتى الله يوفقك
ولا تحرم نفسك من فرحة النجاح. شوف والله العظيم والله العظيم يعني ايش قد تفاصيل حلوة صارت بحياتي، ماكو تفصيلة ماكو فرحة مرت علي بقد فرحة النجاح. لا من تزوجت، ولا من بنيت بيت، ولا من اشتريت احسن سيارة، ولا من صح فرحت بيهن بس كلهن ما يعادلن فرح. ليش؟ لان هذا اول شيء تحصله بزوجك انت. معدلك بالسادس هو اول شيء تحصله بزوجك، اذا يجوز لها موبايل، اذا هذه هاي فرحة قوية انت حصلتها بزوجك، قدمت وحصلت. فشباب لا تحرم نفسك من هاي الفرحة، واسأل الله سبحانه وتعالى وبحق هذا المكان المبارك وهاي البقعة المقدسة ان يوفقكم وان يصيرون سباع ويطلعون معدلات عالية يا رب. النجاح والتوفيق ان شاء الله لكم كلكم. شباب المراجعة المركزة اذا تعتمد عليها اذا 100% تضبطها اضمن لك المية. ماذا صار كيفية القراءة عليه؟ كيفية